يا صباح الفل واهلا بيكم مع وصفه جديده من قناه بيت العز يا بيتنا. النهارده هنعمل الساليسبوري ستيك او زي ما بنحب نسميه ستيك الغلابه والبشوات في نفس الوقت. ده مش مجرد لحمه مفرومه، ده ميكس رهيب بياخد حته اللحمه المفرومه العاديه ويحولها لحته ستيك دايبه دوب غرقانه في صوص المشروم البني التقيل اللي ريحته تجنن وجايبه لاخر الشارع. قبل ما ادخل في المكونات حبيت افكركم اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وشكرا على المشاهدة. يلا ندخل في الموضوع. مكوناتنا النهاردة معانا حوالي كيلو لحمة، ومعانا بصلة، وثلاث اربع فصوص ثوم، ومعانا بيضة ومعلقتين سمنة، ومعانا بقدونس، ومعانا مشروم اي نوعية بتمشي الحال مش مشكلة، ومعانا كوباية من شوربة اللحمة، ومعانا نشا هنحتاج معلقة واحدة بس من النشا، ومعانا بصل ناشف، ومعانا ويستشستر صوص، ومعانا توم مهروس معجون، ومعانا فلفل اسود وملح، ومعانا اي زيت نباتي، ومعانا بقسماط، واخيرا معانا كاتشب. هنجيب بولة كبيرة ونحط فيها حوالي كوباية من البقسماط، وهنضيف عليهم شوية من البقدونس المخرط، وهنضيف حوالي معلقة كبيرة من البصل الناشف، وحوالي معلقة صغيرة من معجون الثوم، وحوالي معلقتين من الويستشستر صوص. لو مش موجود ممكن تستخدموا صويا صوص مش مشكلة. وهنحط رشة ملح حسب الذوق، وحوالي معلقة صغيرة فلفل اسود، وهنحط معلقتين كبار من الكاتشب، وهنكسر عليهم بيضة، وهنقلب الحاجات دي مع بعضها تقليبة كويسة. وهنضيف اللحمة على الخلطة اللي احنا عملناها، وهنفكها من بعضها بصوابعنا بالراحة، وهنخلطها مع الحاجات اللي احنا خلطناها قبل كده. وخلي بالكم انا قلت هنخلطها مش هنعجنها، احنا مش عاوزين نعجن اللحمة علشان ما ننشطش الانزيم اللي هو اسمه المايوسين اللي بيخلي اللحمة تمسك في بعضها. وهنحط اللحمة في كونتينر وهندخلها ترتاح في التلاجة حوالي ساعة. اللحمة بقى لها في التلاجة حوالي ساعتين. هخرجها وهقسم كيلو اللحمة اللي عندي على أربع أجزاء. أنا حابب أعمل أربعة ستيك من كيلو اللحمة اللي عندي. وهناخد كل جزء من الأربع أجزاء وهنشكله على شكل بيضاوي سمكه من سنتي إلى سنتي ونص، وده الشكل اللي احنا عايزينه. هنحط الطاسة على نار متوسطة وهنحط فيها معلقتين زيت، وهستنى لما الزيت يسخن كويس وبعدين هبتدي أنزل الستيكس اللي أنا عملتهم. بالنسبة لحجم الطاسة ديت ما أعتقدش إني هقدر أطبخ الأربعة في وقت واحد، فممكن أعملهم اتنين واتنين. وهنضيف معلقة زبدة علشان تديله طعم حلو. بعد 3 أو 4 دقايق هنقلبهم على الناحية التانية. وخلي بالكم شايفين الطبقة المحمرة اللي من بره ديت، ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزينه ياخد الطبقة التحميرة ديت من بره، واللحمة تفضل طرية وجوسي من جوه. وكده اللحمة استوت تقريبا، هنشيلها ونخرجها على جنب. وفي نفس الطاسة
هننزل بمعلقة زبدة أو سمنة، وبعدين هننزل بالبصل، وهننزل بالمشروم. هنفضل نقلب البصل والمشروم لغاية ما يتبلوا ويتكرملوا، وأول ما يتكرملوا هضيف الثوم وهفضل أقلبه مع البصل والمشروم لغاية ما ريحته تطلع. أول ما الثوم ريحته تطلع هضيف 3/4 كوباية الشوربة اللي عندي، واخلي الربع علشان اخلطه مع النشا، وبعدين ارجع اضيفه على الصوص تاني. هنضيف رشة ملح ورشة فلفل اسود وحوالي معلقة كبيرة من الكاتشب وحوالي معلقة صغيرة من الويست تشستر صوص، وهنقلب الحاجات دي مع بعضها. وهنرجع اللحمة في الطاسة، هنحاول ان احنا نحطها على قاع الطاسة ان ما يكونش فيه تحتها بصل او مشروم. هنحط معلقة نشا على شوية الشوربة اللي فاضلين، طبعا لازم الشوربة تكون باردة، وهنقلبها كويس جدا. Very well. وهنوزعها على الصوص. وممكن نضيف شوية مية صغيرة، ونحاول نقلب كل الحاجات دي مع بعضها ونسيبها على النار شوية. النشا هيخلي الصوص يتقل وهيديله القوام الجميل اللي احنا عايزينه. وادي الشكل النهائي، وزي ما انتم شايفين منظرها فعلا يفتح النفس. انا عملت معاها بطاطس مهروسه وبروكلي، لكن هي ممكن يتعمل معاها رز، ممكن يتعمل معاها مكرونه بيضه بدون صوص، ممكن يتعمل معاها اي شيء تاني انتم حابين تعملوا معاها. اذا كانت الوصفه عجبتكم اتمنى ان انتم تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتسيبوا لنا تعليق او تعليقين. متشكرين جدا على المشاهده، ونتمنى نشوفكم ان شاء الله مع وصفة جديدة من وصفات بيت العز يا بيتنا.